المفروض ان احنا دلوقتي في عز الصيف، يعني في عز ما المفروض الشمس تبقى طالعه، وده الجو في امريكا كده غيوم والجو كئيب الصراحه. اللي عارفني عارف ان انا بكره الجو ده، ولكن ده مش هيمنعني ان انا اطلع دلوقتي اروح على الجيم، علشان زي ما انتم عارفين كده بحاول اقوي العضلات قبل ما انزل مصر يا جدعان. مش ده السبب الوحيد الصراحه، فالواحد بيحاول يقوي من بدنه شويه، فانا رايح بده. احنا في عز الصيف بس انا لابس ده، الجو برد يعني سنه كده، وكمان عشان يخبي العضلات الكبيره اللي عندي. تعالوا نشوف في حاجه جت في الميل بوكس، شوف يا ترى في حاجه جت في الميل بوكس النهارده. مفيش، فاضي. يبقى فاضي، مفيش حاجه جت في الميل بوكس. ده اللي بيجيك فيه الجوابات، اي حد عايز يوصل لك مش عارف بيبعت لك الحاجه دي. انا سقت ورجعت بس علشان نسيت المشروب بتاعي. نجيبه ارخص من بره، لو رحت الجيم هتجيبه بتاع $4، فهو موجود هنا في البيت ببلاش. ليه اروح ادفع $4 في الجيم؟ فاهمين الفكره؟ هو ده حلو للجيم يا جدعان. انرجي درينك، هو اسمه جيرينج، مشهور هنا جدا في امريكا، مفيش بيت امريكي مش هتلاقي فيه ده. فده ايه، بيديك طاقه شويه كده، وكمان طعمه مش مسكر قوي، مفيش فيه سكر، فحلو. فيلا بينا نتجه على الجيم يا جدعان. اكتبوا لي اسعار الجيم كام في مصر، لان انا بشوف فيديوهات لناس غريبه تقعد يقول لك مثلا جيم شهر بين ب70,000 وب20,000 ومش عارف ب30,000. فهل الارقام دي حقيقيه بجد، ولا الناس دي بتعمل ترند وشو ولا كده، ولا في ناس فعلا عبيطه تانية بتروح تدفع الارقام دي لمجرد ان هي بتروح الجيم، او ناس معاها فلوس يعني؟ فالاول والاخر انا بشوف ده عبط. فهل الاسعار دي حقيقيه؟ فانا ستيل يعني بالنسبه لي لو انا عايش في مصر يعني 2000 جنيه اللي هو 2000 جنيه اكتر لسه في جيم، يعني كتير يعني بالنسبه للجيم. فالنظام عندنا هنا ماشي، اللي هو انت بتروح تدفع شهر مقدم وشهر مؤخر صح بقول صح؟ شهر مقدم وشهر مؤخر، وبياخدوا منك الشهر اللي انت داخل تلعبه ده. ولو كنسلت الجيم يتصل بيك، هترد ولا هتكلسن؟ هكلسن. يعني لو كنسلت اخر شهر بقى بيبقى فور فري، ما بتدفعش فلوس لانك اوريدي دافعه. فانا لما جيت اقدم كنت دافع تقريبا كل حاجه شاكب راكب $150. وده شهر محسوب اولاني، وشهر اخراني، وشهر اللي انت هتلعبه ده. وكل شهر بقى بيسحبوا منك فلوس طبيعي من البنك بتاعك، بتبقى تقريبا $35. لكن الجيم اللي انا فيه ده كمان غالي شويه، الجيم اللي انا بروحه لانه جنب البيت، ف كمان مشهور شويه فغالي شويه. لكن في جيمات تانية ممكن تبقى حرفيا $15 ومش بياخدوا مقدم ولا مؤخر ولا الكلام ده. ف جيمات حلوه يعني. وكمان بدفع السعر ده لان عندهم جاكوسي، في حمام سباحه، في ساونا، فتقدر تستعمل الحاجات دي كلها. ولو زودت $5 تقريبا في الشهر او $10 تقدر تدخل حد معاك فور فري، يعني اي حد من العيله بقى، اي حد صاحبك تقدر تدخله معاك ببلاش، ما يدفعش. ممكن تقول ايه ده، هو شغل $35 يعني بقى بتاع شغل 3-4 ساعات هنا في امريكا في الشهر، فيعني مش محسوبه. في ناس لسه بتشوفها غاليه. طول ما في حاجه ارخص، الحاجه اللي بتبقى اغلى منها الناس بتشوفها غاليه. يعني مثلا لو في عصير مثلا انت بتجيبه دايما بجنيه، وفي مكان تاني فتح بيبيع نفس العصير ب4 جنيه، فالناس هتشوفه غالي حتى لو انت قادر تجيب الحاجه دي. فده المبدأ اللي ماشي بيه الامريكان عموما في حياتهم. بالظبط زي فكره الراجل، عارفين مش عارف شفتوا الفيديو ده قبل كده ولا لا، بس الراجل اللي كان في كاسكو، وده مكان مشهور عندنا كده بتعمل منه شوبينج وبتسوق منه يعني عموما وكده، وكان ماسك لوحه مكتوب عليها $1.50 enough is enough على الهوت دوج. فهو اوريدي $1.50، بس تقريبا مع التاكس ولا حاجه هيطلع $1.60 ولا حاجه، فكان بيقول لهم enough is enough، يعني كده كفايه $1.50 كفايه. يعني هو ماسك يافطه ونازل بيعمل مظاهرات لوحده علشان الهوت دوج هيغلى تقريبا 10 سنت. هحط لكم الفيديو هنا. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. فعموما اي امريكي تلاقيه ماشي بالمبدأ ده. والجو الكئيب اللي انا بكرهه ده يجيب اكتئاب. المساكن دي يا جدعان عندنا هنا في ترامبل، المفروض يعني المدينه اللي انا عايش فيها غاليه شويه، فممكن على اقل حاجه المساكن دي، لانها جنب المول كمان، مول ترامبل مشهور جدا كمان هنا عندنا، فاقل حاجه $4,000 في الشهر اعتقد، يعني اعتقد لان دي لسه بانيينها جديد، ما كانتش هنا اول ما جيت امريكا انا، فبداوا فيها من قريب، من بتاع 2-3 سنين. فاقل حاجه الناس بتدفع هنا 4000، اللي هو حاجه جنونيه. يعني تدفع 4000 من حياتك كده رايحين ايجار، كمان 4 زيهم مصاريف معيشه لو عندك عيله وبتاع، ف8000 الله المستعان. هنا ده المول كده، المول بقى هو كل المنطقه دي كلها، بس انا
الجيم هناك، بس انا بحب ادخل اركن من تحت هنا. اوريكم كده ازاي. اول باركن الكبير ده، اوريكم هركن ازاي دلوقتي. ادخل من هنا كده بس نركن هنا. حلو قوي. والجيم هناك كده زي ما انتم شايفين. عشان تبقى شخص جيماوي في شويه حاجات كده محتاج تعملهم، او مش شويه حاجات يعني، هم حاجات طبيعيه. هي السماعه، ولازم تبقى بيتس عشان تبقى شاب روش. تلبسها، شغلها الاول كده نلبسها. اوه شيت. ومشروب الدرينك بتاعك ده، مشروب الدرينك، مشروب الطاقه بتاعك، وانت كده شاب جيماوي حتى لو ما عندكش عضلات، بس انت كده جاهز انك تروح الجيم. النهارده يا جدعان هلعب رجل. بقالي اسبوعين كده ما لعبتش تمرينة رجل. بخاف منها والله. بقعد بعدها باسبوع ولا حاجه يا جدعان مش قادر اتحرك والله. يعني انا اتعودت على الكتف والظهر والحاجات دي والصدر وكده، لكن تمرينة الرجل لسه ما اتعودتش عليها خالص. ده LA فيتنس، في ناس رايحين كده، وهو ده الباركن الكبير بتاعهم. حتى لو ظهرك مش مفروض، اول ما تقرب من الجيم تفرد ظهرك على طول، خلاص انت شاب جيماوي. ايه ده، مش عارف افتح الباب. اول حاجه بعملها بروح ابص على نفسي في المرايه الاول، شوف الدنيا مظبوطه ولا لا. الاهم من الشغل يا جدعان ظبط الشغل. نسخن الرجل كده شويه عشان الدنيا تبقى تمام. 5 دقايق ولا حاجه هنا على العجله دي، وبعد كده ندخل في التقيل. بس نمرن الرجل، بس نعرفها ان في ضغط جاي عليك، في هجوم جاي عليك. دلوقتي لازم نلعب 5 عدات في 4. كنت قبل كده بقلل وزن، بس كنت بلعب عدات اكتر، يعني كتر وزن نلعب عدات اقل. تم الانتهاء من تمرينة رجل عنيفة شوية. لعبت زيادة عن اللزوم النهاردة عشان اعوض الايام اللي فاتت كلها. دي المساكن اللي كنت بوريها لكم من شوية من الناحية التانية، شكلها حلو نبعد، بس 4000 كتير برضو كتير. تمرين الجيم كويس. امبارح الدنيا ضلمت فجأة زي ما هتضلم دلوقتي. مش عارف الاسبوع ده كله عندنا مطر ليه، بس ما نهطش اكمل الفيديو، فقلت اكمله لكم بكره بقى. كان ممكن انهي الفيديو امبارح، بس قلت لا اطول لكم الفيديو شويه علشان كله يبقى مبسوط. احمد طول الفيديو، احمد طول الفيديو، هنطول لكم الفيديو يا جدعان. والله بقعد حرفيا بالاسابيع ما بروحش انا ورا البيت، ولا ممكن اصلا ما بجيش البيت كله، فما اعرفش ايه اللي داير ورا. كل حاجه زي ما هي الى حد ما. اعتقد كان فينا شجره مقطوعه، في مطره بقى كده ايه مبوظه الدنيا، بس الاسبوع ده كله مطر بقى. نرجع تاني لبره. ده بيت الجيران مالناش دعوه بيه. من هنا بقالي شويه العربيه تقريبا من اول الشتاء اللي فات ما غسلتهاش، لان ما كانش في وقت اصلا. فالعربيه وسخه شويه يا جدعان، والمشكله كل شويه بقول هروح بكره، بس الدنيا بتمطر، ولما الدنيا بتمطر مغاسل العربيات عندنا ما بتفتحش، فانا لازم اعملها بايدي بقى، او على الاقل انضف الحاجات اللي موجوده في العربيه بنفسي. انا عارفين بقى بسيب فيها حاجات كده، طبق، كوبايه كنت بشرب فيها قهوه، مش عارف، مناديل في مكان، حاجات على الارض. ده ورا لسه بلاوي اعتقد كمان. المفاجاه الكبرى هنا بقى ازايز ميه، شرب، حاجات، مناديل، هدوم ليا، فوط بحر، حاجات كتير يعني. فعايز اشيل الحاجات دي كلها وانضفها عشان العربيه تبقى تمام الى حد ما. عندنا سلتين زباله هناك، المفروض واحده بتاعت الريسايكلينج اللي انت بتحط فيها الحاجات اللي الدوله هتعملها ريسايكل ناري، او كراتين وحاجات زي كده، واحده تانية للزباله. فاحنا هنحول من هنا نودي على هناك. يلا بينا. ازاز الميه دي نحطها في شنطه زي دي كده. الشنطه دي نحط فيها ازاز الميه لسه فيها ميه حرفيا. حاجات ازاز دي، اطباق، دي شنطة. لا الشنطة دي خليها بتاعتي دي.
عندنا شوية مناديل احط ده هنا نستعمل الباقي. البتاعة دي كنت محتاجها في فيديو قبل كده، ممكن اخدها جوه. عارفين بجيب المية من تحت الكراسي. دي بتاعت العربية تحط فيها التليفون كده. الكيسة دي كلها حرفيا بتاع مية ومشروبات وحاجات كده، والله لسه فيهم حرام، بس يلا بقى نرميها خلاص. ارميها وارجع لكم. والله لقيت حاجة دلوقتي وانا بدور ضايعة مني بقالها يجي 6 شهور يا جدعان. الميموري كارد ده عليه فيديوهات وحاجات حرفيا محتاجها من زمان، دلوقتي لقيته. فبس يعني الحمد لله، يعني ربنا حط في دماغي ان انا اجي انضف دلوقتي علشان الاقي البتاع ده. فين ايدي؟ حاجات طلعتها من جنب الكرسي بس. مسك ملكي العربية للعود. يلا مع السلامة. صحيت الجيران بالخلطة دي. طب يا جدعان دلوقتي تم تنظيف العربية إلى حد ما، فلازم تتغسل بالمية طبعا عشان تبقى نظيفة، واحط فواحات جديدة وحاجات زي كده، بس الأسبوع الجاي لما الدنيا تبقى شمس. لكن دلوقتي أنا متجه للجيم، لكن للأسف مش هاخدكم معايا بقى، مش شغلانة. فبس أشوفكم فيديو جديد، وده كان فلوج خفيف لفيف كده، وأشوفكم فيديو جديد. سلام.